ما أن يقرع شهر رمضان المبارك أبوابه حتى تتزين الموائد الجزائرية بحلوى الزلابية التي أصبحت شهرتها تتعدى أسوار الوطن. انتشار الزلابية دفعنا إلى التساؤل عن تاريخها الذي ارتبط بعائلة أكسيل التي قصدنا منزلها العائلي أين تحكي جدران البيت وبهوه الضيق حكاية زلابية بوفريك التي بدأت صناعتها منذ 3 قرون، وبالتحديد بعد أن فسدت عجينة الخبز. ماني الله يرحمها، يعني مرت بابا الشيخ الله يرحمها، دارت عجينه وتخسرت شويه، قالت زلابيه، يعني سميناها زلابيه، يعني الزلابيه معناتها شغل درت حاجه كبيره غلط، من هذيك الكلمه ولات زلابيه. وحنا رانا شادين في فدة العاده تاع الوالده. الحمد لله، يعني عرفت من جدودنا، عرفت من الاستعمار في راسي كان هنايا، عرفت بالجبال، كانت تروح للجبال المجاهدين، كانت تروح للحباس المجاهدين، عرفت بالممثلين تاعنا اللي كانوا يجوا يشوفوها من هنايا، عرفت باصحاب الاذاعه تاعنا كانوا يجوا يشوفوها من عندنا، وممثلين كبار كانوا يجوا يشوفوها هنايا. شهرتها كسبتها من زنزانات سجن سركاجي بالعاصمة، حيث كان ثوار الجزائر المعتقلين من قبل الاستعمار الفرنسي يلحون على عائلتهم بجلبها لهم بعدما اكتشفوها لأول مرة في قفة معتقل ينتمي لعائلة أكسيل. جدنا من القصاري يعيطوا له حسني حسن الله يرحمه، كان كونداني مور تماك في الثورة، كنت نديروا زلابية وعجبتهم كاع تماك المجاهدين ولا ياكلوها، ولينا طلعوها للجبل، حتى الجبل كان الشيخ الله يرحمه يديها حتى الجبل، كان مسبلين يديها حتى الجبل يسب فيها. صناعة الزلابية توارثتها العائلة أبا عن جد حتى الأحفاد، وفي سن مبكرة يتعلمون صناعة الزلابية حتى تبقى متوارثة بين أفراد العائلة. معاك لافامي أكسيل نخدموا في الزلابية كاع توت لافامي، ورفدناها أب عن جد من بابا شيخ الله يرحمه عبد الله أكسيل، كاع نخدموا فيها عائلة واحدة. احنا نعسل في الزلابية. تتعسل؟ لا عندي من عام ليفات انا عارفه. تتعلم شويه باش كي تكبر؟ ان شاء الله نكملوا هكا ونريحوا ونبدو صنع على بابنا ويمانا. إقبال كبير على الزلابية حتى من ولايات مجاورة يأتون خصيصا للعائلة من أجل شرائها. قصر بخاري مدية. دوكا نروح لمدية. جاي سبيسيال ولا جاي زلابية هذه؟ زلابية وشربة. شكون اكتاح هذا؟ يخدم زلابيه شابه نورمالمون، هكا قالوا لي انا جاي نشوف، بس لا بروميير فوا اني جاي هنا على جالها ماشي. الإقبال الكبير تقف وراءه الوصفة السحرية التي تعد سرا من أسرار هذه العائلة، وحسب أحد أفرادها فإن هذه الوصفة حاليا سر لا يدركه غير الجدة وأحد بناتها. زلابية، السر تاع زلابية ما كاينش اللي يعرفها من غير عمي عبد الله ربي يرحمه والحاج خالد ربي يرحمه وبو الحجة اللي راهي حية، هي اللي تعرف السر. تما كي نبداو الزلابيه هي اللي تعرف تطيب الحسيله وتعرف العجينه كيفاش تجي، هذا هو السر. حنا مازال ما عطاوهناش. من عائلة أكسيل أصبح يقترن اسم الزلابية بمدينة بوفريك التي ما أن يحل شهر رمضان حتى تتزين كل طرقها بمحلات بيع الزلابية يأتيها الزبائن من كل الولايات المجاورة على غرار تيبازا وبومرداس والجزائر العاصمة. جيت من ولاية بومرداس البارح قصدتها، أول رمضان شريت منها زلابية، واليوم زدت دوزيام جور وصاوني لافامي تاعي، زدت جيت نقضي لهم الزلابيه. لا باس الحمد لله. وبالرغم من تنوع الحلويات الشرقية خلال الشهر الفضيل إلا أن الزلابية وخصوصا زلابية بوفريك تبقى معشوقة الصائمين.